العالم ده مليان أسرار مرعبة، حاجات لو عرفتها هتتمنى إنك ما سمعتش عنها أبداً. القصة اللي هتسمعوها دلوقتي منقولة، ومش بطلب من حد يصدق، لأن حتى أنا مش مصدق إن في حاجات كده ممكن تحصل، بس اتقال إنها حصلت. ويلا بينا نبدأ الحكاية. ما كنتش أتخيل إن في يوم من الأيام هقعد واحكي لكم اللي حصل، بس للأسف الشديد حصل. أنا اسمي ماجد، والدتي ست جميلة أنيقة وجمالها مريب، تحس إن الزمن واقف عندها ولا يوم بيعدي عليها. بعد وفاة والدي بشهر واحد بس اتقدم لها ناس كتير، واحد ورا التاني، وهي ترفض رفض شديد وتقول دايما بنفس الصوت الحاسم: ابني هو حياتي، هكرس عمري ليه وبس. وانا كنت مصدق ومبسوط وفخور بنفسي اني سببها الوحيد انها تكمل وتعيش. بذاكر وبموت نفسي عشانها، بس اللي جاي كان أبعد بكتير من أي أمومة ومن أي منطق ممكن تتخيلوه. وأنا صغير كنت بسمع حاجات غريبة جوه أوضتها. كانت بتنام لوحدها، عمرها ما سابت باب غرفتها مفتوح. كنت أحاول أقنع نفسي ده بس صوت تليفون أو صحابها، لكن كل مرة كانت تخرج. شعرها منفوش كأنها خرجت من معركة، وعينيها فيها حاجة مش طبيعية، حاجة بتخوف. وكانت دايما تحذرني بصوت منخفض، وكأنها خايفة حتى من الكلمات نفسها. مهما سمعت أوعاك تدخل الأوضة، وأنا كنت أسمع كلامها وارتجف عشان أرضيها وأبعد عن اللي جوه الغرفة. لما دخلت ثانوية عامة ابتديت أفهم الدنيا أكتر، وأفهم الخوف اللي كنت بهرب منه. اتصنطت عليها، بقيت أقف بره بابها المقفول بإحكام، أسمع كل أنة وكل همسة مكتومة، لكن عمري ولا لحظة فكرت ألمس الباب ده. الأصوات بقت أعلى، عنيفة، خبط ورزع، وكأن حد بيدوس على الحيطان بسنانه. وفي يوم ما قدرتش أتحمل أبداً، قلت لها إني مش بعرف أذاكر وسط ده، وقالت لي: أحترم